كشفت تقارير اليوم من جديد بأن الصحيفة البريطانية ذا صن بأن إدارة مان يونايتد كتجه نحو التخليه على ثمان العناصر من الفرقة ديالها في إطار تجديد الفريق اللي كيعاني في أزمة من ناحية النتائج تحت القيادة ديال المدرب الهولندي تين هاغ اللي فاشل حاليا مع الفريق. وأوضحت ذات الصحيفة أيضا ذا صن بأن اللاعبين اللي غادي يمشيو محتملا المغادرة ديالهم للنادي هما الإنجليزي جادون سانشو، البرازيليان كازيميرو أنطوني، الفرنسي رافائيل فاران، الإنجليزي هاري ماغواير، الكاميروني أندري أونانا، والبرتغالي برونو فرنانديز، بالإضافة أيضا للفرنسي أنطوني مارسيال. وقالت الصحيفة المذكورة بأن إدارة المان يونايتد غادا تستهدف 8 لاعبين جدد واللي غادا تجيبهم من الفرقة، والمؤكد أيضا بأن المدرب تين هاغ حتى هو ما غاديش يبقى في المنصب ديالو وغادي يغادر الفريق الإنجليزي. وهناك من كيرشح المدرب الإنجليزي غراهام بوتر باش يدرب الشياطين الحمر بالنظر للشعبية الكبيرة اللي كيحظى بها داخل الكرة الإنجليزية، علما أنه فشل في قيادة نادي تشيلسي وكنتمناو خير اللاعب ديالنا أمرابط. فأمرابط كنظن كانوا باغيين يردوه لفيورنتينا، ولكن كنظن إلا ردوه غير غادي يندموا لانهم ما غاديش يلقاو بديل، خصوصا الى رحل اللاعب كازيميرو. وخلوا لي الراي ديالكم في الكومونتير على حسب الوضعيه ديال سفيان امرابط في مانشستر يونايتد. وهناك ايضا اخبار اللي زوينه ومزيانه اللي كتقول بان هناك ارتفاع صاروخي في القيمه السوقيه للاعب المغربي شادي رياض، بحيث كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الارقام والاحصائيات على القيمه الجديده للاعب المغربي شادي رياض، مدافع فريق بيتيس الاسباني لكره القدم وفريق برشلونه سابقا. فخرجت هذه الصحيفه هذه المذكوره باش تقول بان اللاعب شادي الرياض، وتاكد المصدر انه شهد ارتفاع كبير في السوقيه الماليه ديالو، وكتقول ان قيمه صاحب 20 سنه انتقلت من مليون يورو لتصبح 6 ملايين يورو في اخر تحديثات الموقع العالمي. وهذا الشيء جاء للمدافع المغربي على تميزه رفقة الفريق بيتيس الاسباني، الا انه بات من الركائز الاساسيه في تشكيله المدرب التشيلي ايمانويل بيليغريني اللي كيدرب فريق ريال بيتيس. ووضح الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي ان شادي الرياض ضمن اللائحه الاوليه لاسود الاطلس اللي غادي يستعد بها باش يشارك في نهائيات كاس افريقيا 2023. وهذا الشيء اللي دوينا عليه كامل خلى فريق برشلونه الفريق السابق للاعب شادي الرياض باش تكشف تقارير صحفيه اسبانيه اليوم الاثنين الا ان اداره فريق برشلونه الاسباني قررت باش تفعل خيار اعاده شراء للمدافع المغربي شادي الرياض من ريال بيتيس مقابل 7 ملايين يورو. ووفقا ايضا صحيفه سبورت الاسبانيه فان اهتمام العديد من الفرق رفيعه المستوى وفرق الكبار في الدوريات الكبرى الخمسه بخدمه شادي الرياض اللاعب المغربي المتالق اللي تالق مع الفريق الاندلسي خصوصا في هذه الاواخر، مما خلى برشلونه الفريق السابق ديالو يتحرك وشيكا باش يكمل الاتفاق مع اللاعب المغربي شادي الرياض ويردوا الموسم المقبل للفريق البرشلوني، بحيث تالق شادي الرياض مع الفريق الاندلسي خلال الفتره الاخيره كما قلنا، مما خلاه مرشح قوي باش يكون واحد من اللاعبين اللي يقدر يعتمد عليهم وليد الركراكي في الكان، ما كاين الغياب ديالو مطولا على صفوف ريال بيتيس وهذا ما يربك بيليغريني اللي كيعاني من شح لاعبين في مركز خط الدفاع في فريق ريال بيتيس. وكنظن ان شادي الرياض غادي يكون عنده مستقبل واعر وغادي يكون ركيزه اساسيه في فريق او في منظومه وليد الركراكي ان شاء الله في كاس افريقيا، لانه ديجا عنده تجربه في الفريق الاولمبي بحيث ربح اللقب هو عبد الصمد الزلزولي واسماعيل السباري وبلال الخنوس وبقيه اللاعبين المغاربه. ففي حالة تلقى شادي الرياض هو الى المنتخب الوطني المغربي باش يشارك في الكان غادي يلقى بيليغريني نفسه في ورطة على مستوى الدفاع في فريق ريال بيتيس في ظل الاصابة الخطيرة اللي تعرض لها بارتارا ورحيل لويس فيليبي. يا خويا ما عندنا ما نديرو لك لاعب شادي الرياض لاعب مغربي ديالنا غادي يجي ان شاء الله وغادي يعاوننا في كاس افريقيا ان شاء الله، ولما لا غادي يكون لقب مغربي هذا العام اللي كنتسناوه من شحال هذه، وكنظن جا الوقت باش نديو حتى حنايا الكاس ونفرحوا به ان شاء الله مع وليد الركراكي وحكيم زياش واشرف حكيمي وبقيه اللاعبين المتميزين المغاربه والعديد منهم. وهذا الشيء اللي كان خليوا لي الراي ديالكم في الكومونتير الاخوان. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. شكرا لكم الاخوان بزاف على المشاهده ديالكم للقناه. يوميا الاخبار جديده على المنتخب الوطني المغربي واللاعبين المغاربه المحترفين في اوروبا
غادي يكون دائما الجديد. اخبار كتحط في الصباح كنقادها لكم في العشيه فيديو واجده باش تفرج جدك، تفرج تستمتع بها، تفهم الاخبار بطريقه سلسه وبطريقه بسيطه وتستمتع، وكتاخذ الاخبار مختصره بلا ما نبقى نطول عليك ولا نقول لك دير لايك ولا ابوني. كنجيك من الاخر كنبداو الاخبار نيشان، هادشي غير باش تستمتعوا في الفيديو. شكرا لكم جزيلا، شكرا الناس اللي كدير لايك واللي كتدعم القناه. كتبوا لي الراي ديالكم بخصوص كل الاخبار اللي جينا بها في هذا الفيديو هذا، وراني غادي نرد عليكم، ما كرهتش نعرف الراي ديالكم. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، ورحنا مستمرين معكم في هذا المسار هذا كما قلنا على كل ما يخص المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله، ورا القناه رحنا مستمرين فيها. شكرا بزاف كما قلت لكم على الدعم وعلى المشاهده ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه غدا ان شاء الله. شكرا جزيلا.